شوفي، ما غاديش نبدا بهضرة كبيرة ولا بمقدمات طويلة. غير بغيتك دابا تكوني معايا هنا في هاد اللحظة. إلا كنتي كتسمعي، يمكن تكوني عيانة، يمكن راسك عامر، يمكن غير باغية شي صوت يهدر معاك بلا ضغط. دابا خلينا نجلسو شوية ونهضروا على واحد الحاجة اللي بزاف ديال النساء كيحسوها ولكن ما كيعرفوش كيفاش يسميوها. كيفاش المرأة كتولي قوية بزاف حتى كتنسى باللي هي أنثى. علاش كنقصاحو بلا ما نحسو؟ راه ما كنفيقوش شي نهار ونقولو اليوم غادي نكون قاصحة. لا، الحياة هي اللي كتدربنا على هاد الدور. منين ما يكونش اللي ساندك كتساندي راسك، ومنين ما يكونش اللي يطمنك كتشدي أعصابك، ومن بعد شوية كنتعودو نكونو دايما واجدين، دايما كنخططو، دايما كنحسبو، وحتى إلا عيينا كنقولو خاصني نكمل. ولكن في لحظة هادئة كيطلع السؤال: فين مشات النعومة؟ علاش ما بقيتش كنحس براحة؟ علاش كنضحك ولكن من الداخل مقلقة؟ نوضحو حاجة مهمة: الأنوثة ماشي ضد القوة وماشي ضد الاستقلالية. المشكل غير منين كتولي دايما في وضعية خاصني نتحمل. الجسم ديالك ما مخلوقش يعيش في التوتر طول الوقت، والقلب ما مخلوقش يكون مسدود. ومن هنا كيبدا داك التعب اللي ما كيبانش ولكن كيتراكم. خدعة الأنوثة غادي نقولها ليك بلا فلسفة. الأنوثة ما كتستناش حتى تكوني مرتاحة في الدنيا. ما كتقولش منين نرتاح نكون أنثى. لا، كاين حاجات صغار تقدري ديريهم دابا وكيبدلوا الإحساس ديالك من الداخل. كيفاش ترجع النعومة بشوية بشوية؟ ما خاصكش تبدلي حياتك، غير بدلي الإيقاع. ديري حاجة وحدة في نهارك وبشوية، لمسة صغيرة باش تفكري راسك باللي انتي مرا. منين يمد لك شي واحد يد مساعدة خليه يعاونك، وما تحاسبيش راسك على كل دقيقة راحة. راه الأنوثة كتبدأ من هاد التفاصيل. هضرة من القلب. إلا كنتي كتقولي أنا ما كنحتاج حتى واحد، سولي راسك بهدوء: واش ما كنحتاج ولا غير تعلمت نتحمل؟ المرأة القوية بصح هي اللي تقدر تكون قوية وتقدر تكون لينة بلا ما تحس بالذنب. إلا هاد الهضرة حسيتيها قريبة ليك، راه طبيعي. يمكن ما خاصكش تبدلي حياتك، غير تسمحي لراسك ترجع ليها. هادي كانت جلسة هادئة من نساء يتحدثن، ونتلاقاو مرة أخرى بلا أقنعة.